السلام عليكم متابعين ديالي داخل الوطن وخارج الوطن. شكرا بزاف المتابعين ديالي على الدعوات ديالكم، وكنتمنى البنات تعاونوا توقفوا معايا في هذه المحنه هذه اللي انا فيها. راكم عارفين مرض السرطان والعلاج ديال الادويه ماشي سهل البنات، وتغلبت بزاف بالمصاريف. وكنتمنى البنات وكنترجاكم في هذه العواشر الله يجازيكم بالخير والله يفتح لكم ابواب الخير ويكمل رجاكم. انا محتاجه نكمل غير مصاريف العلاج على البنات، وراكم عارفين هاد المسيره ديال مرض السرطان راه ما ساهلش البنات. والله يوقف معاكم كاملين والله يسهل عليكم ما صعب، يا ربي تحفظ لكم الصحيحه ديالكم. كنتمنى من الله تعالى يا ربي يا ربي تيسر امركم يا ربي. راكم عارفين البنات مصاريف ماشي سهله، وغير بوحدي كنجري ونجاري، والحمد لله الحمد لله الحمد لله. وكنتمنى البنات انكم ما تخلاوش عليا في هذه المحنه. عرفتوا راه ما وقفت عليكم حتى صافي وصلات فيا العظم، صافي ما لقيتش باقي شي جهد وما لقيتش كيفاش ندير. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. رغم المعاناه كنحاول نصبر راسي، نحاول يعني كنقول دايره املي في الله تعالى انني واحد النهار غادي ان شاء الله نتشافى، وغادي ان شاء الله ترجع لي الصحه ديالي ان شاء الله يا ربي، ونتهنى من هذا الشيء ديال البراوات. حيت كنشوف اش نقول لكم البنات، عرفتوا معاناتي مع العلاج ديال السرطان وديال هاد الامراض هكا راه ما ساهلش. ودابا بعد ما بزاف ديال الناس سولوني قالوا لي اختي بشرى واش شنو هو السبب اللي خلى النقص ديال الحديد في الذات ديالك. راه السبب البنات راه هو الدواء ديال الكيماوي. راه واخا كناخذ الدواء ديال الفرماسيين دوك الحبوب ديال فقر الدم وداك الشيء ما كيديروا لي حتى حاجه. وسمعوا عليا تاني في الماكله ديالي وداك الشيء كاع اللي كناكل والو، يعني داك الدواء الكيماوي كيدير لي احتباس ديال الحديد ما كيوصلش ليا للخزان، تما فين بدا الخزان صافي كيتقاضى. صافي راه وصلت لواحد المرحله صافي راه الذات تاعي صافي يبسات. ونسال الله تعالى السلامه يا ربي، ودعواتكم معي، وكنتمنى لا توقفوا معايا الله يسهل امركم ويفتح لكم بيبان الخير ويكمل رجاكم. هذه الدعوه اللي كنتمنى يا ربي توصل يا ربي القلوب الرحيمه، والناس اللي فيها الشفقه والرحمه وكيبقاو فيها خوتها المسلمين. وكنتمنى البنات انكم في هذه اللحظه تحسوا بالمعاناه ديالي. الله يجازيكم كل خير. شكرا لكم بزاف، وربي يحفظكم ليا، يا ربي يحفظكم لوليداتكم كاملين.